مع الشعب التركي ردا للوفاء الذي قدمته تركيا للشعوب العربية والإسلامية وبالذات سوريا. رغم كل المشاكل التي واجهتها تركيا من انقلاب عسكري وانقلاب اقتصادي، كثير من الشعوب العربية والإسلامية متعاطفة مع تركيا وتريد أن تقف جنب تركيا، وهذا هو الانقلاب الاقتصادي تكون أن تؤدي أن ترد الجميع، خصوصا المستثمرين السوريين، المستثمرين العراقيين، المستثمرين الليبيين اليمنيين، لأن تركيا وقفت بجانبهم في ما يعانون به من ظلم الحكام. نحن كعرب ومسلمين نعتقد ان واجبنا الشرعي والانسان دعم القوميه في تركيا. بما كان الاطراف يعتبرون الانصار سيجب ان تتحول الى انصار من ينصر هذا الاقتصاد ومن ينصر هذه الدوله وليس شعبها وليس حكومتها، هو الفساد الذي تسعى الى اسقاط هذه الدوله من كبير هناك لا يوجد انهيار، ولكن بعض التدني في هذه العمليه الاقتصاديه لعده اسباب يجب ان نذكرها، خاصه اسباب داخليه واسباب خارجيه. الاسباب الداخليه كما هو معروف، يعني تركيا في الفتره الاخيره لا تستطيع، خاصه في ظل انجازات ومشاريع كثيره جدا، لم تستطيع ان تستثمر بشكل جيد جدا، وخاصه جذب المستثمرين من خارج، يعني من الخارج من الدول العربيه والدول الاجنبيه. وبالنسبه للعوامل الخارجيه كمان، العوامل نجاح ترامب في الفتره الاخيره سياسيا اثرت على الاقتصاد في العالم وليس فقط في تركيا. ثانيا ما يجري في العالم وخاصه في الدول الاوروبيه والدول الراسماليه كلها، هناك يعني شيء بارز ومعروف بان الاقتصاد تتدنى في هذه العالم، وتركيا تاخذ نصيبها من هذا المشاكل التي تعانيها العالم ايضا. الشعب التركي ردا للوفاء الذي قدمته تركيا للشعوب العربية والإسلامية وبالذات سوريا. رغم كل المشاكل التي واجهتها تركيا من انقلاب عسكري ثم انقلاب اقتصادي، كثير من الشعوب العربية والإسلامية متعاطفة مع تركيا وتريد أن تقف جنب تركيا، وهذا أولا. بالانقلاب الاقتصادي تكون أن تؤدي أن ترد الجميع، خصوصا المستثمرين السوريين، المستثمرين العراقيين، المستثمرين الليبيين اليمنيين، لأن تركيا وقفت بجانبهم في ما يعانون به من ظلم الحكام. تركيا في حالة هناك الكثير من أعداء المحتلين وسقوط نظام. هو سوق بعض الدكتور نحن كعرب ومسلمين نعتقد ان واجبنا الشرعي والانسان دعم القوميه في تركيا. من ينصر هذا الاقتصاد وينصر هذه الدوله وليس شعبها
عندك سبب. اليوم القوى الفساد تسعى الى اسقاط عبد الرحمن نعم صحيح بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد لي في البداية من تهنئة اتحاد الجامعات الدولي على مسيرته المباركة وسعيه المتواصل في نشر العلم والمعرفة على مستوى العالم العربي والإسلامي في وقت واحد، والعمل المتواصل في توطيد أواصر المحبة والصداقة خصوصا بين العالمين العربي والتركي، حتى أصبح منارة تشع بالعلم والمعرفة ونبراسا يهدي في مناحي شتى منها العلمي والفكري والأدبي وحتى الثقافي. واسمحوا لي هنا أن أتوجه بالشكر العميق إلى كل العاملين في الاتحاد وعلى رأسهم رئيسه معالي الأستاذ الدكتور محمد خير الغباني، وهنيئا على هذه الجهود الطيبة المباركة، شاكرا لهم حسن ظنهم بي واختيارهم لي لكي أكون مقدما لهذه الندوة الفكرية العلمية والتي هي تحت عنوان استثمار العقول والخبرات في الأمة. كما نعلم أيها السادة المستمعون، فقد أصبح استثمار العقول الفذة هدفا ومرمى للدول المتقدمة في الشرق والغرب، ويتم البحث عنه واستقطابه واستثماره وتهيئة البيئة والمناخ المناسب له ليبدع وينطلق في آفاق التميز والرقي، لينفع بذلك البلد الذي استقطبه، وربما يضر البلد الذي ضيعه وأهدره. وديننا الإسلامي كان دائما الداعية الأكبر لاستثمار العقول الفذة في جميع النواحي، حتى بدورها تعز ديننا ومكانتنا كمسلمين بين الأمم، وخصوصا في هذا الزمان الذي نعاني فيه من غياب هذه العقول الإسلامية. ويحدد الحق سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. هنا يحدد المكانة العالية للمؤمنين وذلك بكلمة منكم، ويعطي تلك المكانة الرفعة والفوز للذين أوتوا العلم والعلماء دون تحديد في النوع أو الزمان أو حتى المكان، وذلك لما للعلم والعلماء من شرف وتعظيم. السادة الحضور، في هذه الندوة العلمية سيقدم الباحث توفيق زعيبط اكتشافاته التوائية لعلاج بعض الأمراض المزمنة
مثل المكمل الغذائي لعلاج داء السكري، ودواء لعلاج تساقط الشعر، ومرض الصدفية. وسوف يكون لقاؤنا على شكل مؤتمر صحفي للباحث عن طريق برنامج السكاي، وعرض بعض الأفلام لتلك الاكتشافات، ومن ثم نعطي المجال لأسئلتكم واستفساراتكم لتوضيح ما يمكن توضيحه، وذلك لزيادة الفائدة والوصول للنتائج المرجوة من هذا اللقاء. طبعا الباحث توفيق زعيبط من مواليد 1966 القسطنطينية دولة الجزائر. قسطنطينة من القسطنطينية إلى قسطنطينة ما شاء الله. وأدت علينا اسطنبول القسطنطينية. طبعا درس علوم طبية وشبه الطبية في المعهد الجامعي للتكوين في القسطنطينية. نعم. تخرج من المعهد واختص بالانتعاش. عمل 4 سنوات في هذا الاختصاص في مركز الانتعاش في مستشفى المدينة، ثم توجه للخارج ووضع بعض مشاريعه، وأول مشروع وضعه كان عن انتعاش الخلية، وعمل هناك. طبعا هو توجه للخارج لدول الخليج في البداية. عمل هناك لمدة 4 سنوات على هذا المشروع، أي مشروع انتعاش الخلية. طبعا حصل على براءة اختراع سنة عام 2002، براءة اختراع حول كيفية معالجة الأمراض المزمنة بالتعامل مع الخلية. أول اختراع كان أو أول ابتكار علاجي كان لعلاج الصدفية في عام 2002. عام 2004 تعاقد مع المخبر أو المعهد الوطني للملكية الصناعية للتطوير، وعمل على إصدار مرهم لعلاج مرض الصدفية. طبعا عمل على تطوير هذا المرهم حتى عام 2010 في هذا المخبر، مخبر البحث والتطوير. طبعا هذا المخبر تابع لشركة سيدال. في عام 2011 بدأ تسويق هذا المرهم وتلقى نجاح ومفعول، وطبعا تلقى قبول حتى أنه وصل لنسبة علاجية تصل إلى أكثر من 90%. ثم اكتشف علاج لتساقط الشعر في نفس المدة الزمنية، وأيضا في نفس المدة كان يعمل على ابتكار علاج طبيعي لمرض السكري. فمرض السكري كان مشروع العلاج له مدته لا تقل عن 12 عام، أي بدأ فيه من عام تقريبا 2004 حتى في هذه السنة، وبفضل من الله تم عرض هذا العلاج على وزارة الصحة الجزائرية، وتم قبوله وترخيصه والبدء ببيعه. طبعا أخيرا أوجه تمنياتي الصادقة بنجاح هذا المؤتمر الذي نفتتحه اليوم كحلقة في سلسلة طويلة وممتدة يبذلها اتحاد الجامعات الدولي بالتعاون مع رابطة الأكاديميين العرب ومنظمة الأمة للتعاون العربي التركي ومنظمة سياد لرجال الأعمال السوريين لبث روح التقارب والتسامح بين الحضارتين العربية والتركية. وأترك الكلمة للباحث توفيق زعيبط ليشرح لنا أكثر عن ابتكاراته العلاجية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم وأشكر الاتحاد الدولي للجامعات، أشكر البروفيسور غباني، أشكركم جميعا الحضور، أشكر جميع من يهتم بالعلم.
الوفاء الذي قدمته تركيا للشعوب العربية والإسلامية وبالذات سوريا. رغم كل المشاكل التي واجهتها تركيا من انقلاب عسكري ثم انقلاب اقتصادي، كثير من الشعوب العربية والإسلامية متعاطفة مع تركيا وتريد أن تقف جنب تركيا، وهذا أولا للانقلاب الاقتصادي تكون أن تؤدي أن ترد الجميل، خصوصا المستثمرين السوريين، المستثمرين العراقيين، المستثمرين الليبيين اليمنيين، لأن تركيا وقفت بجانبهم في ما يعانون به من ظلم الحكام. أنا أعتقد أن تركيا في خطر. هناك الكثير من الأخطاء الشعب التركي ردا للوفاء الذي قدمته تركيا للشعوب العربية والإسلامية وبالذات سوريا. رغم كل المشاكل التي واجهتها تركيا من انقلاب عسكري وانقلاب اقتصادي، كثير من الشعوب العربية والإسلامية متعاطفة مع تركيا وتريد أن تقف جنب تركيا، وهذا الانقلاب الاقتصادي تكون أن تؤدي أن ترد الجميل، خصوصا المستثمرين السوريين، المستثمرين العراقيين، المستثمرين الليبيين اليمنيين، لأن تركيا وقفت بجانبهم في ما يعانون به من ظلم الحكام. أنا أعتقد نحن كعرب كمسلمين نعتقد أن واجبنا الشرعي والإنسان دعم الأمة في تركيا. مما من أرشد الإمكان والإطراف التدور والنصارى سيجب أن تتحول إلى نصارى من ينشر هذا الاقتصاد ومن ينصر هذه الدولة وليس شعبها وليس حكومتها، هو الفساد الذي تسعى إلى إسقاط هذه الدولة من كبيرة. هناك لا يوجد انهيار، ولكن بعض التدني في هذه العمليه الاقتصاديه لعده اسباب يجب ان نذكرها، خاصه اسباب داخليه واسباب خارجيه. الاسباب الداخليه كما هو معروف، يعني تركيا في الفتره الاخيره لا تستطيع، خاصه في ظل انجازات ومشاريع كبيره جدا، لم تستطيع ان تستثمر بشكل جيد جدا، وخاصه جذب المستثمرين من الخارج، يعني من الخارج من الدول العربيه والدول الاجنبيه. وبالنسبه للعوامل الخارجيه كمان، العوامل نجاح في الفتره الاخيره سياسيا اثرت على الاقتصاد في العالم وليس فقط في تركيا. ثانيا ما يجري في العالم وخاصه في الدول الاوروبيه والدول الراسماليه كلها، هناك يعني شيء بارز ومعروف بان الاقتصاد تتدنى في هذه العالم، وتركيا تاخذ نصيبها من هذا المشاكل التي تعانيها العالم ايضا. هو شو بيبعث من الدكتور؟ نحن كعرب كمسلمين نعتقد أن واجبنا الشرعي والإنسان دعم الأمة في تركيا.
لن يوصل هذا الاقتصاد لن يوصل هذه الدولة اليوم القوى الفساد تسعى إلى إسقاط هذه الدولة. عبد الرحمن نعم صحيح صحيح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد لي في البداية من تهنئة اتحاد الجامعات الدولي على مسيرته المباركة وسعيه المتواصل في نشر العلم والمعرفة على مستوى العالم العربي والإسلامي في وقت واحد، والعمل المتواصل في توطيد أواصر المحبة والصداقة خصوصا بين العالمين العربي والتركي، حتى أصبح منارة تشع بالعلم والمعرفة ونبراسا يهدي في مناحي شتى منها العلمي والفكري والأدبي وحتى الثقافي. واسمحوا لي هنا أن أتوجه بالشكر العميق إلى كل العاملين في الاتحاد وعلى رأسهم رئيسه معالي الأستاذ الدكتور محمد خير الغباني، وهنيئا على هذه الجهود الطيبة المباركة، شاكرا لهم حسن ظنهم بي واختيارهم لي لكي أكون مقدما لهذه الندوة الفكرية العلمية.